ردة فعل الإعلام الفرنسي، وهذوك اللي يقول لك لا ما تزيدش عليها، راهي تقعد المنافسة الجزائرية والتصعيد الجزائري الفرنسي يقعد سياسيا هكذا دبلوماسيا، هذا تصعد هذا كيصعد، هذا يزيد شوية هذيك ترمي شوية عقوبات. وكاين اللي قال لك من المستحيلات السبع توصل لمواجهة عسكرية. صح، حنا أصلا ما راناش متمنينها توصل لمواجهة عسكرية، بصح راني نجيب لكم واش راه يقول الإعلام الفرنسي أصلا بنفسهم. وبخصوص ثاني راني جبت واش قال الصحافة الفرنسية وأبرز العناوين، لأني صراحة ما فهمش الفرنسية مليح. درت شوية ترجمة ونحط لكم بحول الله العناوين هذوك في في بقية الفيديو. وكل عنوان نحط لكم ونشرحوه بحول الله ونفصل وجه في المقال وشوفوا إلى كاينة منها ممكن توصل الصدام الجزائري الفرنسي لمواجهة عسكرية ولا ما يصراش. بصح قبل برك ما نبداو هذا في الفيديو هذا ونذكر لكم الصحف اللي تحدثوا على هذا الموضوع وفاجأتهم، وخصوصا صفعة قوية ومفاجأة، وقال لك باللي الجزائر راهي أصلا متجهزة لكل الاحتمالات، حتى الاحتمال الصدام العسكري. خصوصا راهم يتحدثوا وبقوة ويركزوا على اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، رئيس عبد المجيد تبون، كبار المسؤولين، الوزراء، الرجال، كبار المسؤولين الأمنيين، حتى العسكريين. بحول الله الجزائر راهي مستجهزة لكل الاحتمالات. تحب سياسيا احنا رانا واجدين، تحب عسكريا احنا رانا واجدين، وبالأدلة وباعتراف الصحافة الفرنسية واش راهي تقول على التجهيزات الجزائرية وقدرات الجزائر. قبل برك ما نبداو، طولنا في المقدمة بزاف، نتمنى منكم تصليوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، خير أفضل خلق الله. ونتمنى منكم أيضا ديرونا الإعجاب والاشتراك، ننشروا الفيديو على أوسع نطاق، دعموا ولد بلادكم. وهذه القناة راهي قناتكم، كل ما صلع بحول الله راه يصلع بكم، وبحول الله نجاح ممليكم. نبدأ على بركة الله. بخصوص احتمال المواجهة العسكرية، راهي مواجهة عسكرية 50%، مواجهة عسكرية 50% تقعد سياسية وتصعيد بصح لكن علاش راهي هما أصلا الصحافة الفرنسية حطتها باللي احتمال قيام حرب مثلا مع الجزائر. هما راهم حطوها باللي كاحتمال ممكن نشوفوه وقتاش. قال لي قبل نهاية 2025 قادرة تستمر. علاش؟ راهم يقولوا هما راهم اصلا وجهوا نداء وقال لك للعقلاء وهذوك اللوبيات الفرنسيه وجماعه ماري لوبا وجماعه هذاك الطحنه تاع بعض الوزراء الفرنسيين اللي يضلوا يطيحوا في الجزائر ويحاولوا. كاين اللي ما راهم يدعوا باللي باش يزيدوا يحتلوها الجزائر الفرنسيه، حابين يرجعوا الامجاد. وحكايه هذيك والاطماع الجزائريه في فرنسا، راه الأطماع الفرنسية في الجزائر راهم يحاولوا يحيوا فيها ويقولوا علنية وجههم صحيح، ويتعاملوا في الجزائر كشغلية كمقاطعة من فرنسا. يحاولوا يتعاملوا معها. علاش؟ هما علاش يحبوا يطيحوا من قيمة الجزائر وهيبة الجزائر؟ لأنه الجزائر كسرت لهم ريفهم، طيحت لهم الكرامة تاعهم، رجعت تتمرغ في الأرض. الجزائر فرنسا هذيك اللي ما يربطش الأحداث راها غلط، ربط جميع الأحداث. علاش البارح ربطها لكم بصفقة السخوي اللي سو 57، هذيك سو 57 اللي الصفقة اللي جابتها الجزائر من روسيا عندها علاقة بهذا التصعيد الفرنسي. وهذه المناكفة ثاني في الصحراء الغربية، المغرب وفرنسا راهم يديروا فيها بالعاني. علاش جال شحال من حاجة، حتى الصلح الجزائري الإسباني عندها علاقة مباشرة بالتخبط والفرفطة الفرنسية اللي راهي تدير فيها. لهذا لازمنا كل حاجة نربطوها. اما باش تعرف باللي بلادك راهي مستهدفه وباللي لازمك تكون واعي كمواطن جزائري ولا مواطنه جزائريه باللي هذه ما تنسى تاع مثلا ما كانش احتمال. كان علاش انت كنت تحتمل من قبل باللي يوصلوا اوكرانيا واسمها اوكرانيا وروسيا لمواجهه عسكريه؟ ما كنتش تتوقعها. وما مصر واثيوبيا كاين حتى دوكا اللي راه يقول لك مثلا ما توصلش بين مصر واثيوبيا، ما يوصلوش للمواجهه العسكريه، راهم على حافه المواجهه العسكريه. على جال سد النهضه وعلى جال بزاف امور وثاني السد العالي، وباللي هما راهم يهدوا كيفاش حنا راه نروحوا نضربوا لكم، تجيو تضربونا سد النهضه، نجيو نضربوا السد العالي وتولي. المهم كاين مشاكل كبار ثاني مع مصر والاخر. كاين اللي يقول لك يستبعد هيا ولدي راهي احتماليه، وكاين حتى احتماليه بين ايران وبين امريكا قادره تولي مواجهه مباشره. راهي كاين سما كيفاش انت حبيت الجزائر اللي راهي تتكلم عليها فرنسا وراهي تدير عليها القرارات، وراكم شفتوا القرار العجيب الغريب كيفاش المسؤولين الجزائريين تعرف كانوا معفيين. وهذه باينه بين كل دوله واخرى يعفيو كاش مسؤولين يجوا يدخلوا للاراضي مثلا تاع دوله ثانيه
باينة بلي ما يروحوش يمونديو الفيزا. كيفاش انت حبيت ترخص للمسؤولين الجزائريين، تستنى في المسؤولين الجزائريين يروحوا يوقفوا لك في لاشان ويستناو تعطيهم الفيزا باش يجيو يدخلوا لك للجزائر؟ انسى كاش مسؤول ولا كاش وزير ولا مهم كيما كان جدو مسؤول عسكري امني هكذا بواحد ما راح يدخل عليك لفرنسا. واصلا القطيعه هي اصلا راهي بداتها للجزائر. فرنسا راهي عرفت باللي ما كان حتى مسؤول جزائري راه يروح لفرنسا، حبوا يردوا الاعتبار كي شغل نتوما درتوا القرار هكذا باش المسؤولين الجزائريين ما يجيوش. نتوما راكم تغطيو شغل، شفتوا المسؤولين خلاص مقاطعين جدكم، خلاص حتى المسؤولين الفرنسيين وممنوع على جدهم يدخلوا للجزائر. شغل رحتوا نتوما درتوا هذا القرار باش من يشوفوا جمع الدول او الجزائريين المسؤولين الجزائريين راهم مقاطعين فرنسا باش دوكا زعما منا مستقبلا علاش ما راهمش يجيو. شغل هي فرنسا رانا حرمناهم من الفيزا ولازم يدمونديو الفيزا كيفهم كي شعبهم ونحينا لهم الامتيازات هذوك اللي كانوا. هذه مجرد تصرف تصرف صبياني من ماكرون. هذه مجرد تصرف صبياني من ماكرون، ولكن هذا الصبياني ماكرون، هذا ماكرون اللي ظهر باللي صح يحقد على الجزائر وعنده واحد السياسات خبيثة للجزائر. مستنى شهداء، مستنى الأمن القومي، حب يتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، أساء التاريخ الجزائري، شكك في وجود أمة جزائرية، قال لك زاد ولا يفتخر بأجداده واش داروا في الجزائر هنايا. 6 ملايين ضحية تاع على جال فرنسا هذوك، وزاد مازال هو يزيد يفتخر. باش تعرف بلي ماكرون راه عنده حقد وغل. والحكايه تاع مثلا راح تصفى في اوكرانيا حاب تعاود تشعلها مع الجزائر. الجزائر تقرب ليها ماشي غير تشعلها في راسك تم قبل ما توصل للجزائر. وما هو اصلا ما على بالوش، مع ما راش عارف الطيارين الجزائريين اصلا راهم يتدربوا على سخوي 57 وطائرة من الجيل الخامس شبحية. الرادارات الفرنسية كامل ما يقدروش يشدوا جدها، والرادارات تاع أوروبا كامل. وروحوا شوفوا المسؤولين الأوروبيين واش راهم يقولوا. أما باش نرجعوا ورانا خرجنا شوية على الموضوع لأنه صراحة نارفاني هذاك ماكرون واش راه يطيح في بلادي أنا. المهم نرجعوا دوكا للصحافة الفرنسية واش راهي تقول. الصحافة الفرنسية راهي تقول بالحرف الواحد عدم. شفت بزاف صحف فرنسيه بحول الله راني نحط لكم في الشاشه ان شاء الله برك ما ننساش، نحط لكم الاسماء تاعهم. راهم هادو اللي راكم تشوفوا فيهم كامل هضروا باللي وجود احتماليه من 40 حتى ل 50% لو كان يستمر هذا التصعيد خصوصا في الاشهر المقبله وما صطفاش وما يتنازلش مثلا ماكرون وينحي هذوك التصعيد وما يكملش يخشن في راسهم على الجزائر. قال لك باللي لو كان في الاشهر المقبله قادره تولي حتى ماشي مواجهه مباشره ديريكت عسكريه، تولي استفزازات من فرنسا عسكريا ترد الجزائر عليها عسكريا استفزازات خصوصا بالغواصات. وعندها الجزائر اسطول غواصات، عندها اسطول بحري بري كلش، تولي ترجع عليك بشويه بشويه. ولو كان زيد يكمل هذاك التصعيد تاعنا نستفزك شويه وانت تستفزني شويه، قال لك حتى توصل نورمال المواجهه خفيفه ومن بعد تطور المواجهه مباشره. لانه الجزائر صح تمس في جدها ما راهيش راح تطلقك وتمرمدك بحول الله ما تطلقكش لهذا. فرنسا اصلا تعرف القدره تاع الجزائر وتاع الجيش الوطني وعلاش دائما راكم شفتوا اللي سوا ديزو هذيك المعارضين اللي راهي تحمي فيهم فرنسا على الأراضي تاعها واللي يلعبوها معارضين وصاي وخلاص. وحتى الإعلام المروكي، الإعلام الفرنسي، الإعلام أي إعلام المعادي للجزائر، اللوبيات هذوك دائما يحاولوا يستهدفوا الجيش، دولة الجنرالات، دولة العسكر. هذاك جنرال بول هذاك فيه شغل دائما يحاولوا يحطوا لك من قيمة وهذاك سراق وهذاك فاسد وهذاك بنت وكذا وهكذا. علاش يحاولوا يحطوا من قيمة الجيش الجزائري والهيبة تاعو وجميع المكونات تاعو باش يضعفوه. ومن لو كان الشعب الحمد لله ما راهش يمشي لهم في هذيك المخططات وعلى بالهم باللي مجرد اكاذيب وتلفيقات. لو كان تمشي لهم انت في هذيك المخططات وتساهم في اضعاف الجيش يدخلوا لجدك يردموك يرجعوك غبره. راكم شفتوا اي دوله ضعيفه يدخلوا ليها مسكينه يرحيوها. لهذا الجزائر لو كان جاو يقدروا عليها يا ولدي كاين واحد النظام شغل جار ما تفهموه حتى دوله. لو كان جا شاف ضعف نص ضعف من الجيش الوطني يكون راه دخلوا حتى الجزائر وردمنا. المهم ربي يجعل الخير. وهذا هو الصحافة الفرنسية، الإعلام الفرنسي، المحللين الفرنسيين بزاف جهات فرنسية راهم ما يستبعدوش باللي قاعد تتطور حتى قطع العلاقات وتتطور حتى المواجهة لاستفزازات عسكرية. وقادرة لو كان زدت قاعد تستمر خصوصا تدخل 2026 وقعدوا هذه الاستفزازات شوفوا العجب ان شاء الله. المهم ربي يجعل الخير وحنا ما نتمناو حتى هذيك الامورات ما نتمناوهاش بكل صراحه. ولكن كما قال مثلا رئيس الجمهوريه اللي حنا ما نحبوش هذاك بصح اللي خلط فينا والله ما طلقنا جدو. كان هذا الفيديو تاع اليوم، مع السلامه.